صباح الفل. طيب هو بس في كام سؤال في موضوع الاسوره بتاعت معمل الترميم اللي اتسرقت، اللي فوق دي. عايزه بس حد يجاوب عليهم. الاسوره دي طلعت بره المتحف ازاي؟ مش المفروض بيتفتشوا بره؟ ولا اللي فتش عداها؟ وبعدين ليه مفيش كاميرات جوه معمل الترميم؟ يعني دي حاجة مهمة جدا، وسؤال نسأل فيه وزير الآثار أو مدير المتحف وكل المسؤولين. ليه مفيش كاميرات جوه معمل الترميم؟ وبعدين البلاغ كان يوم 13 والسرقة حصلت يوم 9، ليه اتأخروا ده كله؟ ولا لما الموضوع اتعرف؟ طيب هل اللي سيح الاسوره دي، يعني اللي سيحها ازاي؟ على انهي عيار؟ يعني 21 ولا 18 ولا 24؟ هي اصلا ما عليهاش دمغه. ده لو كانت اتسيحت فعلا. يعني اسئله كتير، يعني عايزين حد مسؤول يطلع يرد عليها. وهل الموضوع ده كان اول مره تحصل ولا بس لما اتكشف؟ وبعدين لو كانت فعلا الست ديت سرقتها، او هي مش كبش فدا وفعلا هي مسؤوله عن سرقتها وانها باعتها لكذا واحد وبعدين سيحتها، عايزه بس اسال، هو مين اللي مسؤول عن تعيين ناس غير امينه بالشكل ده في اماكن مهمه زي دي؟ يعني اللي عينوها المفروض يتحاسبوا، والمفروض اللي زي دي كمان يتشال منها الجنسيه، لان دي خيانه وطن بحاله. يعني بجد اسئله كتير، اتمنى حد يرد عليها.